إن أطال الله في عمرك ومنحك الفرصة أن تكون موجودا في البرلمان القادم، ستعلم أي جرم ارتكبته في شأن هذا الوطن وانت بتقبل هذا الدين وهذا الاقتراض وهذا العجز في معالجة مشاكل اقتصادية جذرية في هذا البلد. ماذا تفعلون الآن؟ نازلين تقبضوا على شعب مصر كله عشان تاخدوا منه فلوس؟ نازلين تطبقوا قوانين كحكومة بأثر رجعي لقوانين بتطبق بأثر فوري بمخالفة الدستور؟ ده لوحده يستوجب على هذه الحكومة وعلى هذا البرلمان أن يلزم هذه الحكومة بالاستقالة الآن. إنما أنا بشكر لجنة الخطة والموازنة عاملة تغيير فخيم، لو أردته الحكومة ووعته لتقدرت أيضا باستقالتها. مبررات الاستقالة في تغيير لجنة الخطة والموازنة أن تتقدم الحكومة وأن يلزم البرلمان حتى الأغلبية أن تتقدم بحكومة مصغرة نتقدم بها للبرلمان يحوز الثقة ويمنحها الثقة كمان ويوافق عليها رئيس الجمهورية. حكومة تقشف بموازنة تقشف في هذا التوقيت. أي كلام. صحة وانتوا بقيتوا شايفين آلاف الأعداد النهاردة اللي بتزيد أمام منظومة صحة متهالكة وموازنة ضعيفة لهذا البند. تعليم واحنا شايفين الناس بهذا المنظر والمدارس بهذا المستوى ومعاملنا البحثية بهذا المستوى. عن اي حكومة وعن اي برامج تستطيع ان انتوا احنا بكل ضمير مخلص سيادة الرئيس في هذا التوقيت علينا ان نلزم الحكومة بتقديم استقالتها ورفض موازنتها وان تكون هناك حكومة تقشف مصغرة في هذا التوقيت. شكرا سيادة الرئيس. شكرا.